السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل الشعرية باللبن، وهي ان شاء الله طريقة بسيطة وسهلة وطعمها ما شاء الله يعجبكم جدا يعني ان شاء الله. المقادير عبارة عن معلقة سمنة كبيرة، وطبعا شعرية وسكر ولبن ومية. هنروح دلوقتي على النار ويلا تابعونا. دلوقتي هننزل بالسمنة. عقبال بس السمنة تفك كده تسخن. حسب ما انت عايزه بقى، عايزه تحطي الكيس كله ماشي، عايزه تحطي نصه. انا حطيت كده نص كيس. نقعد نقلبها كده مع بعض. وهقلبها لغايه ما تحمر. دلوقتي احنا لسه بنحمر في الشعريه، وخلي لونها غامق شويه لانها كده كده لما بتضيف لها المكونات التانية اللي هي الميه او اللبن والحاجات دي كده كده لوحدها هتفتح تاني. احنا نحاول نغمقها شويه. كده حلو شويه اهو، الدرجه دي حلوه. دلوقتي بقى احنا هنضيف الميه على نص كيس. ادي كده بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كده كوبايه، وكده كوبايه، يعني كوبايتين ونص كده. خدوا مني كوبايتين ونص من دي. لو عندك فانيليا ضيفي عليها برضو هتبقى حلوه قوي، هتديها طعم حلو. هنضيف دلوقتي بقى السكر، والسكر حسب بقى ما انت بتحبي. لو بتحبي كتير زودي. انا ممكن مثلا استخدم نص كوبايه سكر كده. عايزه انت بقى تزودي زودي، عايزه تقللي حسب الرغبه بقى. دلوقتي انا هغطي على الحله لغايه ما تشرب الميه دي. دلوقتي هنشوف الشعريه شربت الميه ولا لا. هي كده ابتدت تشربها برضو، فاضل شويه بساط، يعني مفيش مشاكل لو ضفنا اللبن على شويه الميه دول، مفيش مشاكل. هنضيف اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف كده كوبايه لبن. احنا كده ضفنا حوالي كوبايه لبن. طبعا بقى لازم نسيبها تغلي على نار عاليه، وبعد كده اول ما تشرب اللبن والميه نبتدي نوطي عليها، وهنرجع لكم تاني. انتظروا. ابتدت تشرب الميه واللبن مع بعض، هنغطي عليها بقى وان شاء الله نوطي ونرجع لكم تاني. وده الشكل النهائي للشعريه بعد ما اتعملت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناه، وتفعلوا كل الجرس